مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من فنون الكتابة. نرحب بكم في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن واحدة من أهم الروايات التي ينتسبن إلى أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية حين نتحدث عن الرواية نتحدث عن الواقعية السحرية سبقها الكثيرون، لكنها إيزابيل أيندي المعاصرة والتي لا تزال تحيا حتى الآن هي ساردة تواريخ العشاق والقراصنة. قيل عنها أنها منذ ولجت منزل الأرواح وهي تتجول في ممرات التاريخ، ليس فقط تاريخ موطنها بل ساردة لتاريخ الشعوب والعشاق والقراصنة عبر خارطة الكون، وتدفع بهذه الشخصيات سواء الحقيقية منها أو المتخيلة إلى عوالم سحرية فيمتزج الحقيقي بالمتخيل. هذه هي إيزابيل أيندي ابنة تشيلي والشاهدة على المتغيرات التي مرت بوطنها، لكن كتابتها تعدت مشاهداتها الشخصية والحياتية وظلت تنحت الزمن حتى وصلت إلى لحظة وضع اللبنة الأولى لبلادها في 40 من عمرها. نشرت أولى روايتها عام 1982 المعنونة ببيت الأشباح. هذه الرواية أصبحت بعد عقد من الزمن حوالي 10 سنوات هي جزء من ثلاثية مهمة جدا اكتملت بابنة الحظ وصور عتيقة إلى جانب عدد آخر من الروايات سنتحدث عنه خلال حلقتنا هذه الليلة. وضيفنا في هذه الحلقة هو دكتور خالد سالم، أستاذ الأدب الإسباني ورئيس قسم الأدب الإسباني بجامعة بدر. أهلا بحضرتك. اللغة الإسبانية. أهلا بك. أهلا بحضرتك. خلينا في البداية كده نقول كلمة، يعني كيف تعرف، إذا كانت هذا ما قيل عن إيزابيل، كيف تعرفها حضرتك في بداية؟ يعني هو بداية أود أن أقول إن إيزابيل أيندي ولحسن الحظ أنك نطقت اسمها بصورة سليمة، وهذه أول مرة أسمعها في مصر. أيندي ليس أيندي وليست الليندي كما يقول الجميع. إيزابيل أيندي كما ما هو معروف كاتبة من تشيلي، ولدت في مطلع الأربعينات القرن الماضي، كان من حظها أو من سوء حظها أنها كانت ابنة شقيق رئيس تشيلي المغدور به سلفادور أيندي. يعني هنا تحضرني واقعة وأنا في شبابي أو في صباي قبل أسابيع قليلة من حرب أكتوبر 1973. نعم. كنا صغار، كنت في المدرسة الثانوية أظن في الصف الأول، وأتى إلى البيت وخطب فينا خطبة عصماء أحد نقابي مصانع المحلة الكبرى عن سلفادور أيندي وكيف يحاصر اليوم ويجب أن نهب في الشوارع لنناصر هذا الرئيس المحاصر في قصره في سانتياغو دي تشيلي. أنا لا زلت أذكر هذا وأربطه بما يجب أن أقوله عن هذه السيدة أو هذه الكاتبة العظيمة. دعنا نرجع هذا الحديث الشيق في ليلتنا هذه حتى نشاهد ما لدينا الآن. تفضل. I'm here to tell you a few tales of passion. There's a Jewish saying that I love. What is truer than truth? Answer: the story. I'm a storyteller. I want to convey something that is truer than truth about our common humanity. All stories interest me, and some haunt me until I end up writing them. Certain themes keep coming up: justice, loyalty, violence, death, political and social issues, freedom. I'm aware of the mystery around us, so I write about coincidences, premonitions, emotions, dreams, the power of nature, magic. In the last 20 years, I have published a few books, but I have lived in anonymity until February of 2006, when I carried the Olympic flag in the Winter Olympics in Italy. That made me a celebrity.
Now people recognize me in Macy's, and my grandchildren think that I'm cool. Allow me to tell you about my 4 minutes of fame. One of the organizers of the Olympic ceremony, of the opening ceremony, called me and said that I had been selected to be one of the flag bearers. I replied that surely this was a case of mistaken identity because I'm as far as you can get from being an athlete. Actually, I wasn't even sure that I could go around the stadium without a walker. I was told that this was no laughing matter. This would be the first time that only women would carry the Olympic flag. 5 women representing 5 continents and 3 Olympic gold medal winners. My first question was, naturally, what was I going to wear? A uniform, she said. And I asked for my measurements. My measurements! I had a vision of myself in a fluffy anorak looking like the Michelin Man. By the middle of February, I found myself in Turin, where enthusiastic crowds cheered when any of the 80 Olympic teams was in the street. Those athletes had sacrificed everything to compete in the games. They all deserved to win, but there's the element of luck. A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind can determine the result of a race or a game. However, what matters most, more than training or luck, is the heart. Only a fearless and determined heart will get the gold medal. It is all about passion. The streets of Turin were covered with red posters announcing the slogan of the Olympics, "Passion lives here." Isn't it always true? Heart is what drives us and determines our fate. That is what I need for my characters in my books, a passionate heart. I need mavericks, dissidents, adventurers, outsiders, and rebels who ask questions, bend the rules, and take risks. People like all of you in this room. Nice people with common sense do not make interesting characters. They only make good former spouses. In the green room of the stadium, I met the other flag bearers, 3 athletes, and the actresses Susan Sarandon and Sophia Loren. Also 2 women with passionate hearts, Wangari Maathai, the Nobel Prize winner from Kenya, who has planted 30 million trees, and by doing so she has changed the soil, the weather, and in some places in Africa, and of course, the economic conditions in many villages. And Soma Lee Mam, a Cambodian activist who fights passionately against child prostitution. When she was 14 years old, her grandfather sold her to a brothel. She told us of little girls raped by men who believe that having sex with a very young virgin will cure them from AIDS. And of brothels where children are forced to receive 15 clients per day, and if they rebel, they are tortured with electricity. In the green. مشاهدينا، كان هذا الحرص منا على أن تشاهدوا معنا إيزابيل ياندي وهي تتحدث الآن. ربما نتعرف عن الشخصية التي نتحدث عنها في هذه الليلة كروائية وساردة، عن ثقافتها، عن شغفها بالكتابة. ولدكتور خالد بالتأكيد التعليق على هذا الشغف وبدايات ربما متأخرة بالنسبة للسن، بدأت في الأربعينيات. نعم، يعني كما كنت أقول إن هذه الكاتبة التشيلية هي ابنة شقيق رئيس تشيلي الذي غدر به، الذي أطيح به على يد الجنرال أغوستو بينوتشيت عام 1973. كان هذا قبل حرب أكتوبر بشهر أو أقل من شهر، وكانت مصر في حينها لا تزال دولة ذات توجه اشتراكي رغم التحول في السياسة المصرية، ولهذا كان هذه الواقعة صدى كبير
في مصر بين المثقفين المصريين والدوائر السياسية المصرية. نعم. أنا ما ذكرته أن هذا الرجل تكلم معنا عن سلفادور أيندي وكنا صغارا، ولا زلت أذكر كيف كانت بعض الدوائر تتحدث عن سلفادور أيندي وكأنه رئيسا عربيا أو قريبا منا، رغم بعد المسافة الجغرافية بين مصر وتشيلي. عندما قتل هذا الرجل في قصر الرئاسة من قبل على يد هذا الرجل أو هذا الجنرال، انفض من فض وسقط النظام الشيوعي أو النظام الجمهوري الاشتراكي في تشيلي، وكان من ضحايا هذا الوضع هذه الفتاة ووالدها وزوجها عفوا وأسرتها، فنفوها إلى فنزويلا بعد شهر أو شهرين من سقوط النظام الاشتراكي أو الجمهورية الاشتراكية. عاشت في فنزويلا حوالي 10 سنوات، عملت هناك في الصحافة وهي مهنتها الأساسية والأصلية، وثم بعد ذلك عملت في المدارس الثانوية في التدريس. كانت قبل ذلك قد عملت في بلدها في اليونسكو عفوا في الفاو، بفرع الفاو في بلدها، وفي عواصم أوروبية أخرى منها بروكسل وعلى ما أظن مدريد. يعني هذه الكاتبة كانت قد اكتسبت زخما ثقافيا كبيرا، وذات يوم قال لها الكاتب الكولومبي المشهور حائز نوبل جابرييل غارسيا ماركيز: أنت يا فتاتي لست صحفية، فقد أخذت منك الصحافة ما أخذت، وعليك أن تتوجهي لمهنتك الحقيقية وهي كتابة الرواية أو السرد. دعني أتوقف عند هذه النقطة وعن أثر حياة إيزابيل على كتابتها. يعني هل ترى أن هذا التنقل والترحال عبر العديد من الدول، من بوليفيا لبنان مرورا ببلجيكا وفنزويلا وغيره من الدول، كيف أثر هذا الترحال على تشكيل شخصيتها كروائية؟ أيضا كيف تأثرت كروائية بعملها كصحفية؟ نعم. من وجهة نظرك. يعني هي الصحافة دائما كما هو معروف هي مدخل للكتابة السردية أو لفنون الإبداع بصفة عامة، فمن يبدع في الصحافة ولديه هذه الملكة دائما يبدع في مجال العمل الإبداعي أو العمل الروائي أو الشعري. هذا شيء معروف، ولكن ما وددت أن أقوله هنا أن هذه السيدة في تنقلاتها هذه الكثيرة كانت من بين المحطات التي توقفت فيها بيروت، نظرا لعمل والدها أو زوج أمها بالأحرى كان يعمل في السفارة في بيروت لفترة طويلة، وهنا كان لها أول اتصال بالعالم الخارجي خارج دائرة الدول الناطقة بالإسبانية أو اللاتينية أو الأوروبية. نعم. هي عاشت في مدريد وكانت لها تجربة مريرة سنعرج عليها بعد ذلك، ولكن في بيروت على ما أظن، ليس على ما أظن والواقع هو أنها تعرفت على كنز من كنوز الأدب والثقافة العربية، وهي حكايات ألف ليلة وليلة، وهي نقطة يعني ليست ببسيطة، وإن كانت قد سبق لها أن اطلعت عليها عن بعد من خلال كتابات الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس. فكان كما هو معروف هذا الرجل من أدخل ألف ليلة وليلة في الأدب أو في ثقافة البلدان الناطقة بالإسبانية. يعني عبر الترجمات أم لا هو استلهم منها عدد من الحكايات وكتب منها حكايات كثيرة والأدب العربي، وكان مولعا كما هو معروف بالأدب أو الثقافة العربية والإسلامية. يعني في رأيي هذا الرجل كان بمثابة الحجر الأسود الذي كان يجب أن يحج إليه كافة كتاب الدول الناطقة بالإسبانية، ومنهم إيزابيل أيندي. ومن خلال هذا الكاتب وكتاباته عن الأدب والثقافة العربية وعيشها في بيروت، رغم أنها درست في مدرسة بالإنجليزية في بيروت، إلا أنها اقتربت من الأدب العربي ومن ألف ليلة وليلة على وجه الخصوص، إضافة إلى أنها كان زوج أمها يحتفظ بنسخة قديمة مترجمة أظن باللغة الفرنسية من ألف ليلة وليلة، وكانت تسرق هذا الكتاب منه لتقرأه وهو نائم على ما أظن، كما على ما قرأت منذ فترة طويلة، ولكنه كان يحتفظ بهذا الكتاب كأنه كنز أو شيء غالي الثمن بالنسبة له. تتصور حضرتك أنه هذا الترحال ربما دفعها للكتابة عن كثير من الجنسيات في أعمالها الروائية؟ يعني هي هناك مقولة وهي صحيحة إلى حد كبير، وهي أن إيزابيل أيندي كانت محلية الكتابة. كيف هذا؟
كتبت استلهمت جزءا كبيرا من تاريخ بلدها، وقائع وأحداث غزو أو فتح الإسبان لأمريكا اللاتينية، ومشاكل أو مشكلات بالأحرى مشكلات السكان الأصليين أو الهنود اللي يطلق عليهم خطأ الهنود الحمر في أمريكا اللاتينية. هذه المحاور أو هذه النقاط كانت يعني ركائز مهمة في كتابتها الروائية والصحفية قبلها. هي كانت من بين الكثيرين الذين كتبوا عن اضطهاد الهنود أو السكان الأصليين في تلك المنطقة من العالم. يعني هناك كما قلت في بداية هذا المقطع إن البعض يقول إنها كاتبة محلية، ليس لا تصل إلى مستوى العالمية، لأنها استلهمت واقع محلي من أدب أو أحداث وتاريخ أمريكا اللاتينية، وعلى وجه الخصوص بلدها تشيلي. هذا ليس حقيقيا. فمن يقرأ أدب نجيب محفوظ ورواياته والفتوات وحكايات أولاد حارتنا، يعني هذا لا يقلل من قيمته ككاتب أو روائي عالمي بالطبع. نعم. وكذلك ويليام شكسبير على قدر نعم كثيرون كتبوا. لكن هذا المدخل يعني ربما حضرتك تدفعني وتسبقني ربما إلى نقطة مهمة جدا كنت يعني سأعرج عليها لاحقا، لكن بما أننا دخلنا فيها، يعني كيف ترى تعامل إيزابيل مع الوقائع التاريخية في إطار أو بين ثنايا روايتها كعنصر رئيسي الأحداث التاريخية وتضفيرها مع العمل الروائي وشخصيته؟ يعني هناك نقاط لا يجب أن تغيب عننا وعنا، وهي أن أي كاتب أمريكي لاتيني واع بواقع وتاريخ المنطقة هناك نقاط يتوقف عندها كثيرا وبألم ومرارة، وهي طريقة فتح أو غزو الإسبان لهذه المنطقة من العالم. ماذا فعلوا كأي غزاة في السكان الأصليين؟ ماذا ألم بهم على أيدي هؤلاء الفاتحين أو هؤلاء الغزاة الجدد؟ وإيزابيل أيندي لا تبعد عن كافة الكتاب الأمريكيين اللاتينيين الذين عرجوا أو دخلوا أو ولجوا في هذه النقاط المرة في تاريخ أمريكا اللاتينية. يعني هي في إحدى رواياتها تكلمت عن شعب الموباتشي، وهو شعب من الأرجنتين أو نعم شعب أو طبقة من السكان، شعب الموباتشي في الأرجنتين وتشيلي، وكيف نكل بهم الإسبان وكيف عملوهم وكيف يعني أفنوا الكثير منهم. وكل هذه النقاط أو هذه الأعمال أو هذه المرارة موجودة في بعض أعمالها وفي بعض مقالاتها الصحفية المعروفة. طب يعني حين نتحدث عن التاريخ هنا يعني نذكر أنها تحدثت في رواية العاشق الياباني عن اضطهاد الأمريكان لليابانيين في أعقاب الحرب العالمية. يعني بداية ما فات علي أن أقوله هنا حتى نفهم هذه السيدة وهذه الكاتبة بشكل أرحب أو شكل أوسع، هي أنها كانت منذ صغرها هي من أسرة يسارية، أسرة ماركسية، وصل وعمها إلى رئاسة البلاد من منطلق مساندة الحزب الشيوعي الشيلي أو ما يسمى بالتجمع الشعبي، وهو كان ماركسيا واشتراكيا، وصل إلى سدة الحكم في بلدها. وكان والدها في هذا العمل السياسي أيضا، وهي تجرعت كل هذا منذ صغرها. وإضافة إلى هذا كانت أو ما لا تزال سيدة تناصر المرأة، تدافع عن قضايا الأقليات من هذا المنطلق الذي تكلمت عنه، وهي مناصرة الشعوب المقهورة من قبل الحكام والطغاة والغزاة. فأمريكا اللاتينية كما هو معروف تعرضت لما لم يتعرض له شعوب كثيرة في العالم من القهر وخلافه. نعم. طب هنا تعتقد حضرتك أنه استخدامها للتاريخ هو بغرض التذكير بالأحداث التاريخية أم بغرض اكتشاف أسرار ما أو إقناع أو يعني ماذا ترى السبب وراء استخدامها للتاريخ بهذه الصورة؟ يعني هي عودة إلى ما ذكرته حضرتك بخصوص العاشق الياباني، هي تكلمت عن الاضطهاد أو ظلم اليابانيين لمشاركتهم أو مشاركة بلدهم في الحرب العالمية الثانية وما حدث وكلنا نعرفه في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هي تتكلم هنا عن اليابانيين الذين كانوا يعيشون أو الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف اضطهدوا
في منطقة بعينها. عودة إلى التاريخ، في إحدى رواياتها هي جندت كتيبة كبيرة من الباحثين الشباب ليبحثوا لها في تاريخ بلدها وفي تاريخ ذلك الشعب اللي هو شعب الموباتشي، كيف وخاصة السيدة اسمها إينيس سواريث. إينيس سواريث كانت شابة إسبانية ذهبت مع الغزاة تبحث عن زوجها في الذي شارك في فتح أو غزو تشيلي، ولكنها لم تعثر عليه، فقد كان قد قتل أو مات في تلك الحروب، ولكنها انضمت إلى صفوف الجيش الإسباني إذ اتخذها قائد الجيش محظية له وعاشت في الظل. ومن هنا كانت نقطة انطلاق إيزابيل أيندي للبحث في مشكلة هذه المرأة التي أهيل عليها التراب لأنها لم تكن غنية ولم تكن زوجة رسمية لذلك القائد العسكري الإسباني. هذا يأتي لها انطلاقا من كونها مدافعة عن المرأة، عن حقوق المرأة، ومناصرة لليسار والفقراء والمعدمين في العالم. وهي بهذا ربما تكون تعيد كتابة التاريخ بشكل أدبي أيضا. نعم لا شك، يعني هي عندما قلت أنها جندت كتيبة أو فريقا كبيرا من الباحثين ليبحثوا لها في هذه النقاط السوداء أو النقاط الغامضة في تاريخ تشيلي وتاريخ فتح الإسبان أو غزو الإسبان لتشيلي، كانت تعني أو تريد أن تقيم روايتها تلك على أساس تاريخي علمي دقيق من خلال الحوليات المطمورة لتظهر للقارئ التركيز على النقاط المنسية أو المسكوت عنها في التاريخ بالضبط التي لم يكتب فيها المهزومين. لما يكتب التاريخ كما هو معروف هو دائما المنتصر الأبيض وليس سكان أو شعب الموباتشي في تشيلي والأرجنتين. طيب حين نتحدث عن تحرك يعني من خلال البناء الدرامي لكتابات إيزابيل ياندي، حين تتحرك ما بين الحاضر والماضي والمستقبل، يعني كيف ترى هذا البناء في الواقعية السحرية من خلال الواقعية السحرية يعني المعروف بها الأدب اللاتيني؟ نعم. لمن لا يعرف الواقعية السحرية التي نتكلم عنها دائما وكثيرا، هي عبارة عن توظيف لوقائع وحكايات شعبية أو تراثية في الأدب الحالي أو المعاصر على أيدي الرعيل الأول من الكتاب، وعلى رأسهم جابرييل غارسيا ماركيز، وآخرهم الذي ما يزال على قيد الحياة اللي هو فارغاس يوسا البيروفي. طيب هذا الجيل من الكتاب في أمريكا اللاتينية يعني استخدم التراث الشفاهي في المنطقة، ومنه جزء شفاهي عربي وصل مع المهاجرين العرب الأوائل إلى تلك المنطقة ولا يزال قائما هناك كما هو معروف. وكتاب 100 عام من العزلة مليء بالحكايات العربية أو الإشارات العربية، وهو للكاتب المعروف جابرييل غارسيا ماركيز. طيب هذا الجيل الذي شخص أو جند هذه الوقائع في كتاباته كانت هذه الشابة أو هذه الشابة بالنسبة إلى ذلك الجيل واحدة منهم، ولكنها للأمانة عفوا انسحبت من الواقعية السحرية مبكرا، لأنها ارتأت أو رأت أن هذا لن تفعل كثير في هذا المضمار أمام فطاحل الكتابات الخاصة بالواقعية السحرية. وهناك ثمة قائل إنها يعني أنا أذكر اسما هنا وهو ناقد من تشيلي، يعني أنا أتذكر هذه المقولة منذ سنوات طويلة في التسعينات أو آخر التسعينات، قال ذات مرة يعني أنا لا أدري لماذا تكبرون أو تكبروا من هذه السيدة، هي ليست كاتبة. يعني هو ربما هنا حقد الصنف الذي يعني كيف صنفها يعني هو هناك كلمة في الإسبانية لا زلت أذكرها كيف وصفها. هنا كلمة اسكريتور وهو الكاتب، واسكريبيدور وهو الكاتب ولكن بصفة يعني بطريقة النسخ، المقلد. يعني هو الذي يمسك الريشة، الخطاط القديم أو كاتب المخطوطات ولا يؤلف الناسخ. نعم. يعني فهو أنا يعني كان هذا الوصف وصفا مؤلما، وفيه أنا في رأيي أن هذا الرجل أو هذا الناقد كان ربما من حقد الصنف الذي تكلم عنه المتنبي في إحدى أعماله،
ولاد الكار دايما بيكرهوا بعض، يعني زي ما نقول في العاميه عدوك ابن كارك زي ما بيقولوا بالعاميه. بالضبط يعني عدوك ابن كارك. لكن هذا من الظلم، هذا من الظلم لهذه السيده او هذه الكاتبه الكبيره. طيب خليني أتوجه إلى يعني في رواية ابن الحظ بتهجر بطلة الرواية أسرتها بحثا عن حبيبها في أمريكا، وفي رواية أنس حبيب تروحي تهاجر البطلة أيضا إلى الهند بحثا عن زوجها. هل تعتقد أن لفكرة الهجر والفقد أثر في حياة إيزابيل ما دفعها إلى الكتابة بهذا الشكل؟ لا شك، يعني هي إيزابيل أجبرت على الهجرة أو النفي أو المنفى، وابنة الحظ نموذجا أيضا. نعم كمان. ودارت الظروف بها على عواصم كثيرة، وعملت معاملة بائسة في الستينات عندما كانت شابة في مدريد. نعم. يعني أنا أذكر هذه الوقائع لأن كل هذا يؤثر في الإنسان ويخلط أو يخلق منه ما هو أو ما يجب أن يكون عليه عندما يكبر ويبدأ الإبداع أو غير الإبداع. يعني أذكر ذات مرة إنها قالت وبمرة أخرى: أنا عندما كنت فقيرة لم تفتح لي أبواب البيوت للاستئجار في مدريد. هي تقولها بمرارة ولكنها كنكتة. واليوم تفتح لي القصور وتفتح لي أفخم الفنادق لأن أصبحت مشهورة. وكانوا يطلقون علي سوداكا، وسوداكا في أمريكا في إسبانيا هي معناها المواطن الأمريكي، ولكن دائما باستخفاف أو لوصف الفقير البائس الذي يهاجر إلى تلك المنطقة. لماذا أذكر هذا؟ أذكر لنعرف خلفية هذه الكاتبة، من أين أتت وكيف تعاملت مع هذه المرارة التي عاصرتها تاريخيا وإنسانيا وشخصيا في حياتها الأسرية والعائلية. إضافة إلى أنها تزوجت 3 مرات، أي فشلت 3 مرات في زيجاتها، ومات أغلى ما كان عندها وهي ابنتها باولا. كل هذه القضايا تشكل قلم المبدع دون شك. إذا تحدثنا عنها كأم، يعني شاهدنا منذ قليل غلاف باولا كتبت عن ابنتها وهي مجموعة قصصية وليست رواية. نعم. في هذه المجموعة القصصية كانت عبارة عن خطابات، مش كده حضرتك؟ كلمني عن باولا، تلك الخطابات التي كانت تكتبها لابنتها وهي في الغيبوبة في المستشفى. باولا وهي ابنة إيزابيل أيندي حقنت أو أعطي لها دواء بالخطأ فأصابها بغيبوبة، وظلت في غيبوبة طوال عام، وادخلت أحد المستشفيات في مدريد. وكان هذا الحدث أو هذه الواقعة تسبب ألما كبيرا لها، وظلت غير قادرة على أن تفعل شيئا لها، لا من خلال الطب ولا إنسانيا ولا كأم. طيب، وجهت إليها رسائل في هذه الحكايات أو هذه القصص، وبعد ذلك الغريب أنها جمعت ما كتب حول هذه الرواية أو حول هذه القصص بمعنى أدق ما كتبه القراء من رسائل موجهة إلى الأم، كيف تخرج من هذه المأساة وكيف يواسونها وكيف وماذا يجب أن تفعل إلى آخره. وأخذت كل ما كتب أو كل ما وصل إليها من رسائل بريدية ووضعتها في قوارير لفترة طويلة، وبعد ذلك نشرتها في كتاب آخر. كانت هذه الرسائل التي وردت إليه من القراء قد يعني حصلت لها نجاحا أكبر من الكتاب نفسه، لأنها حصلت على تعاطف الجمهور بشكل أو بآخر. نعم. يعني هو دايما هنا فضول القارئ لقراءة ما يقوله الآخر عن تلك الواقعة أو عن الكاتب أو هذه الفتاة التي فقدتها الأم. لاحظنا منذ قليل من خلال أغلفة أعمال إيزابيل ياندي أن معظمها ينتمي للكتابة النسوية. هل تعتقد أنها بحق تنتمي لهذا النوع من الكتابة أم أنها جاءت بالمصادفة؟ يعني هذا التصنيف دائما يعني مثير للتوقف، سواء بالرفض أو الريبة. ولكن إذا اتفقنا أنها كاتبة نسوية فهي في المقام الأول كاتبة نسوية دون أدنى شك. كما قلت في البداية، هذه السيدة مارست العمل السياسي، نظمت في الأحزاب أو في الحزب الشيوعي التشيلي،
ومن خلال تنظيمها أو عملها في هذه المجالات السياسية كانت دائما تعمل في دوائر المرأة في بلدها. فهي ترى أن المرأة صاحبة قرار. نعم ترى أن المرأة يعني هي ليست مواطن درجة إلى ثانية. هذه اللحظة عندها أظن هي مواليد عام 1942، يعني عندها 75 عاما، يعني نعم. سيدة طاعنة في السن خلاص. يعني لا تزال حتى هذه اللحظة تدافع عن المرأة، ولا تطالب بالمساواة، بل تطالب بإعطاء للمرأة حقها لا أكثر ولا أقل، لا يجب أن تكون تحت إمرة الرجل. طيب، ما وددت أن أقوله أيضا هو أن هذه الكاتبة يعني حتى يعرف القارئ أهميتها، أنها إلى الآن باعت من كتبها 75 مليون نسخة، وهذا رقم كبير وضخم لكاتبة من بلد في العالم الثالث. طيب، هناك عنصر آخر وهو عنصر الدفاع عن الأقليات. المرأة أقلية من منظور الضعف والظلم الواقع على المرأة. هناك عنصر آخر وهو دفاعها عن تلك الشعوب أو عن الأقليات أو عن المهاجرين في أمريكا الشمالية، إضافة إلى دفاعها عن اليهود. يعني هي تتكلم دائما عن اليهود، وهذه نقطة تثير حساسيتنا هنا في المنطقة العربية، ولكن هي تنطلق دائما من نقطة أنهم تعرضوا للهولوكاوست المشهور أو المزعوم على يد هتلر. وهذه أغنية غربية كما هي معروفة، ولكن ربما في رأيي أنا أنها تسعى إلى شيء أكبر من خلال دفاعها عن اليهود والحديث عن ظلم اليهود أو ظلم هتلر لليهود والغرب لليهود. في أحد قراءاتي عن شخصية إيزابيل وتحليل رواية العاشق الياباني حين تحدثوا عن قهر اليهود على يد هتلر وبالمثل قهر اليابانيين على يد الأمريكان، قال الناقد الذي قرأت له أنها لم تحدد أو لم تؤكد عملية الهولوكوست كما جاء فيما قرأت، هذا فقط يعني فيما يذكر. لكن خليني نشوف أحد المقاطع المصورة عن أحد أعمال إيزابيل أياندي التي تحولت إلى العمل السينمائي. نتحدث عن عدد من أعمالها التي تحولت لأعمال سينمائية. حب وظلال هو أحد أعمالها الروائية التي تحولت إلى عمل سينمائي. دعونا نتابع هذا المقطع المصور منه ثم نعود لنستكمل حديثنا عن إيزابيل أياندي. America, in a land of great beauty, power is changing hands. And a young woman who has lived a life of wealthy seclusion is about to be jolted awake. I'm sorry, I have to ask. Are you on any list? No. Let me show you my work. A photojournalist will show her a new world full of fear and violence. I work in the shadows. You know what it means? Now, she will turn her back on everything she knows. Where have you been? I was on an assignment, Mother. To uncover the truth. I know why you're here. You think I'm stupid? Together, they will find a danger that can't be denied. What is thought to be the remains of 14 bodies have been removed in the early hours of the morning. A few bodies in a mine doesn't mean that every man in uniform is a murderer. A courage that surmounts all odds. Be very careful. Very careful what you say. Will you testify? And a love that could be forever. Miramax Films presents a shattering new thriller from the international bestseller by Isabel Allende. Antonio Banderas, Jennifer Connelly. Of Love and Shadows. هذا
كان بعض من المقاطع المصورة من فيلم ظلال حب وظلال لإيزابيل ياندي، عدد من الروايات. يعني ما المعيار الذي يدفع المنتجين السينمائيين لاختيار أعمال إيزابيل لتقدم على شاشات السينما؟ يعني بداية يجب أن نشير إلى أن هذه السيدة أو هذه الكاتبة تعيش في سان فرانسيسكو منذ عام 1988، أي بعد أن كتبت أو نشرت ونجحت في روايتها الأولى وهي بيت الأشباح، تزوجت من أمريكي وعاشت هناك، أي اقتربت من دار أو موقع صناعة هوليود السينما في العالم، وهذا أمر مهم. إضافة إلى أنها تجيد، أنا أذكر هذا ولا أريد أن أقلل بهذا من قيمتها الأدبية أو الإبداعية على الإطلاق، ولكن نجيب محفوظ في رأيي مثلا أو يوسف إدريس كان أكثر إبداع منها، تمام؟ ولكنهما عاش في مصر ومات في مصر، ولم تصل أعمالهم أو لم تصل أعمال نجيب محفوظ مثلا إلى السينما العالمية إلا في المكسيك مثلا أو بعض الدوائر الضعيفة بعد أن حصل على جائزة نوبل. يعني أنا عندما أذكر هذا عن هذه الكاتبة لا أريد أن أقلل من شأنها، ولكن هي مسألة كيف تلاعب أو كيف تصل إلى صانع قرار أو من يتخذ قرار تصنيع كتابك أو عملك الأدبي وتحويله إلى السينما. تمام. هي لها مقولة ذكية جدا، وهي قالت إنها ذات مرة حلمت بعد أن طلقت من زوجها الأول أنها كانت في صحبة أنطونيو بانديراس الممثل الإسباني الذي يعمل وينتج في هوليود. طيب أنا هنا ألاعب ابن جلدتي، ابن ثقافتي المكتوبة بالإسبانية الإسباني أنطونيو بانديراس، وأنا كاتبة صحفية في البداية ومتزوجة من محام كبير في أمريكي. طيب إذن أنا عرفت أو هي عرفت كيف تقترب من صناعة السينما الأمريكية، تمام؟ يعني أنا هذا تفسيري أو في رأيي أنها اقتربت وعرفت كيف تصل إلى هذا المجال كي تحمل أفلامها أو بعض كتبها إلى شاشة السينما، وكان أولها بيت الأشباح وحب وظلال، ولعل أبرزها وأشهرها كثيرا وهو الثرو أو الذي ننطقه هنا زورو. ماشي، الثرو وهو الثعلب. بيت الأشباح هي رواية كتبتها لم تكن في البداية بنية كتابة رواية، وإنما كانت بعض الخطابات لجدها المسن نعم. على فراش المرض. نعم كان عمره 91 عاما في تلك الفترة. يعني تفضل. ثم تحولت هذه المخطوطة إلى رواية فيما بعد. يعني كيف ترى تطور فكرة الكتابة حين يبدأ المبدع في الكتابة من منطلق ما ثم يتحول هذا المنطلق عبر الإبداع؟ يعني هنا يجب أن نشير مرة أخرى إلى من أخذ بيدها إلى عالم الإبداع وعالم الكتابة الإبداعية، وهو جابرييل غارسيا ماركيز الذي كان يعرفها جيدا وكانت تعرفه جيدا، وقال لها ادخلي عالم الكتابة الروائية، خلاص انتهى دورك كصحفية. وهو ما كان لها، وقرأ المخطوطة وبدأ يحثها على النشر وتوقع لها يعني نجاحا كبيرا. لهذا أذكر واقعة ربما لم يشهر إليها كثيرا اليوم، ولكنها كانت معروفة منذ أن كنت أعيش في مدريد، وهي أنها يعني ليست أكثر من مقلدة لجابرييل غارسيا ماركيز. لكن يعني اسمح لي، وهنا أنا لا أدافع عن أحد، لكن قدرتها الغير عادية على السرد، هي امرأة قادرة على السرد والحكي دون انقطاع طوال الوقت. أنا أعد هذا أحد المهارات التي تملكها. أيضا قدرتها على الكتابة بلغات أخرى، ألا تعد هذه أيضا من المهارات التي استندت إليها لتصبح هي إيزابيل ياندي؟ لا شك. أنا أذكر هذه الوقائع لكي يعرف المشاهد ما قيل عنها سلبا وإيجابا. فالإيجاب أكثر من السلب، ولكن عندما أذكر هذا حتى يعرف من يبدع أو يدخل هذا العالم أن الكتابات المضادة أو السلبية ضد الكاتب أحيانا لا تجدي ولا تؤدي إلى تأخير هذا الكاتب أو ذاك. طيب
كتاباتها أو سيولة الكتابة عندها والإبداع شيء مشهود به، وليس يعني لا يؤخذ عليها، بل بالعكس وهي أمور تؤخذ لصالحها وفي صالحها. تمام؟ طيب إذا تحدثنا بهذا الشكل يعني أريد أن تحدثنا عن مزايا الكتابة عند إيزابيل أيندي. يعني إيزابيل عفوا إيزابيل يعني هي إيزابيل ده يعني كافي ان حضرتك نطقت أيندي ده عندي بالنسبه لي يشفع لي يعني لا يعني شيء عظيم يعني، لان انا اول مره في حياتي اسمع في مصر من ينطق لقبها أيندي، هو الصحيح ليس أليندي، إيزابيل أيندي. طيب إيزابيل أيندي مشهور عنها او معروف عنها انها من الكتاب الذين عندما تبدأ رواية لها لا يمكنك أن تتركها دون أن تنهيها. هي تأخذك من تلابيبك وتحملك من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة بتفاصيلها وتشويقها للقارئ لحي ينهي الرواية أو العمل الروائي الذي بين يديه. هذا يعني شيء يحسب لها، وشيء يضاف إلى نجاحاتها في كيفية سلب القارئ حريته في التخلص من كتابها أو تركه حتى الصباح أو اليوم أو الأسبوع القادم. يعني كيف ترصد هذه التقنية؟ يعني هذه التقنية هي تقنية في الكتابة. نعم، هي تقنية معروفة طبعا. يعني هي يعني بداية كما قلنا في البداية هي كانت كاتبة صحفية، وكاتبة صحفية ناجحة، وكاتبة مقال. ومن يمتهن العمل الصحفي يعرف كيف يدخل إلى دقائق العمل الروائي وكيف يجذب القارئ إلى ما يكتب، وليس هذا عملا تجاريا أو صنعة تجارية، بل هي تقنية ما فيها الكثير من المهارة أن كيف تحمل القارئ على الإمساك بالكتاب وإنهائه. وعنصر التشويق هو نعم، هي هذا تشويق من مرحلة إلى مرحلة. نعم وهناك توقع أحيانا. نعم، هناك تقنية أخرى تلجأ إليها بنجاح كبير، وهي تقنية الفلاش باك. أي عندما تحدثك الآن عن الحاضر تأخذك بلقطات ترتد سريعا، لقطات سريعة إلى الماضي، وتحكي لك عن الماضي ووقائع وأحداث من الماضي، ثم تعود بك بسرعة كبيرة إلى الحاضر وربما إلى المستقبل، وربما نعم، وفي بعض الأعمال تحملك إلى المستقبل وتستلهم المستقبل أيضا. يعني كل هذه الأمور تقنيات روائية معروفة أو معروفة في السرد العالمي والمحلي عندنا أيضا. ولكن هذه السيدة أو هذه الكاتبة برعت في هذه التقنية، تقنية استخدام الفلاش باك. هل تأثر الأدب الأمريكي بأعمال إيزابيل؟ هل ترى أن كان لها أثر على الأدب الأمريكي؟ يعني أنا يعني الأمريكي الشمالي والأمريكا الشمالية طبعا. الأمريكا الشمالية لا أدري، ولكنها يعني هناك مقولة لها في هذا السياق. ذات مرة قالت: أنا تأثرت. عفوا، أنا لا أعني أنها هي أثرت في الأدب الأمريكي، ربما يعني خطأ في السياق. نعم. هل تأثر الأدب الأمريكي بانتمائها أو بحصولها على الجنسية الأمريكية؟ يعني أنا لا يعني كتاباتها هي تأثرت بهذا المجتمع الأمريكي؟ بلا شك هي قالت هذا، كنت ما سأقوله. يعني إنما إذا كان الأدب الأمريكي تأثر بها أنا لا أدري. لا أنا لا، ولكن أنا لا أعني هذا بسؤالي. نعم. يعني لكن هي بالفعل هل هي تأثرت هي لها مقولة في مقابلة قرأتها منذ سنوات، وقالت ذات مرة: أنا تأثرت بأشياء أو محطات مهمة في حياتي، إحداها الأيروسية وسأتكلم عنها إذا أردت، والألف ليلة وليلة، والأدب الإنجليزي والأمريكي. هذه عناصر لازمة وقائمة في أعمالي وفي نتاجي الأدبي. الأيروسية كما هو معروف من الإله إيروس، وهو إله الحب والجمال والرغبة عند اليونان، ومنه جاءت كلمة إيروتيك وإيروتيزم إلى آخره كما هو معروف. وكما سبق تكلمت عن ألف ليلة وليلة، وكيف استلهمت منها هذا الخيال الذي الموجود في الكتابات الشرقية وليس موجودا في كتابات الغرب. واعترفت كما قلت بتأثرها أو استلهامها في بعض أعمالها من الأدب الإنجليزي والأمريكي الشمالي. إذا تحدثنا عن تأثرها بكتابات الآخرين، يعني هنا يحضرني أنها تأثرت ببابلو نيرودة بشخصية خواكين
نعم. موربيتا ده كان أحد المؤثرين عليها، ربما أيضا استلهمت أو بدأت أحد أعمالها الروائية بمقولة ألبير كامو في عمق الشتاء، في رواية بعيدا عن الشتاء، وهو يقول: في عمق الشتاء اكتشفت أخيرا أن في داخلي صيف لا يقهر. نعم. يعني هل تأثر المبدع بغيره من المبدعين ربما يصل إلى استلهام شخصية أو اجتزاء من أقوال؟ نعم. بابلو نيرودا كما هو معروف كان صديقا لسلفادور أيندي، وحصل على جائزة نوبل على ما أظن عام 1970 أو 71. نعم. والانقلاب حدث عام 1973. إذن هي كانت قريبة منه بحكم عمله أو صداقته الحميمة مع سلفادور أيندي عمها. طيب، سأذكر واقعة هنا يعني وبعدين ندخل في حديثنا، وهي أنه عندما توفي هذا الرجل أو هذا الشاعر الفذ وبابلو نيرودا، ذهب كل أو معظم رموز اليسار في تشيلي في جنازته، سمح لهم النظام بحضور الجنازة. نعم. وكان من بين الحضور هذه الكاتبة، ولحسن حظها ولسوء حظ الآخرين أن كثيرين منهم قبض عليهم فور انتهاء الجنازة وماتوا في السجون الجنرال بينوتشيت، وهي نفذت بجلدها من هذه المحرقة بعد ذلك. لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لكي نعرف علاقتها أو قربها من الشاعر الكبير بابلو نيرودا. نعم. هي استلهمت أشعاره في عمل من أعمالها، وكذلك ألبير كامي. وألبير كامي كما هو معروف كان كاتبا فرنسيا عاش في الجزائر، وكان يساري التوجه. تمام. احنا نعمل هنا أو نتكلم هنا عن دائرة داخل دائرة اهتمامي الفكرية والثقافية. فإذا كانت أخذت أو استلهمت مقولة أو أبياتا من مقولة لألبير كامي الفرنسي أو أبياتا من أبيات بابلو نيرودا التشيلي الفذ، فهذا داخل دائما في دائرة اهتمامها ودائرة تصنيعها لفكر الآخر في أعمالها الأدبية. نتوقف عند هذه النقطة ونخرج إلى فاصل، ثم نعود لنستكمل حديثنا عن إيزابيل أيندي. مشاهدينا، نعود لنستأنف حديث عن إيزابيل أيندي، وأجدد الترحيب والتحية بدكتور خالد سالم، أستاذ الأدب واللغة الإسبانية بجامعة بدر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايز أروح للواقعية السحرية، وهل بدأت مؤخرا إيزابيل في الابتعاد عن الواقعية السحرية والاتجاه إلى الرواية البوليسية زي ما حصل في رواية لعبة ريبير؟ رواية عفوا لعبة ريبر. نعم. يعني أظن أنني تحدثت عن هذا النقطة مسبقا، وقلت إنها في بدايتها بدأت أو اقتربت كثيرا كأبناء الجيل الثاني على جيل الكتاب العظام في أمريكا اللاتينية من الواقعية السحرية. هنا يعني كما يعني سأكرر بعض المواقف التي تكلمت عنها في هذا الخصوص من قبل، وهي أن بعضهم قال إنها ليست بهذا الحجم ولم تكن إلا مقلدة لبعض كتاب الواقعية السحرية، وهذا ظلم بالنسبة لهذه السيدة. هي ابتعدت عن الواقعية السحرية لأنها خلاص أصبحت طيارا في ذمة الله أو ذمة التاريخ كما يقال، لأنها استهلكت واستنزفت وخرجت أجيال ومدارس أخرى في أمريكا اللاتينية في الكتابات السردية. طيب، هي في الروايات الأخيرة ابتعدت تماما عن الواقعية السحرية، تصنف هذه الأعمال ببعضها الأعمال البوليسية
أو الرواية السوداء أو الكتابات السوداء، وبعضها يصنف فيما البوست مودرنيزم أو ما بعد الحداثة. وما بعد الحداثة مدرسة أو منطقة واسعة فضفاضة وغامضة للكثيرين. طيب، يعني حين كتبت إيزابيل ياندي القصة القصيرة، مجموعات حكايات إيفا لونا وأفروديت، يعني كيف ترى فيها الحس الملحمي في الرواية؟ في القصة القصيرة. يعني طيب، عفوا أنا آسف، في القصة القصيرة. طيب، الحس الملحمي والكتاب في هذا النوع من الأعمال، يعني أنا سأشير إلى مقولة حاسمة لها في هذا الصدد. تقول أو قالت منذ فترة: إنني جربت القصة القصيرة ولن أعود إليها أبدا، كما لن أعود إلى الكتابة الصحفية. إذن يعني أنا فهمت من هذا أنها أهالت التراب على مرحلة من إبداعها ولا تريد العودة إليها، لأنها لم تكن ذات أهمية في كتابتها الإبداعية منذ أن تركت العمل الصحفي. طيب، هناك نقطة كنت أود أن أشير إليها أو أشير إليها، وهي تعامل إيزابيل مع المرأة، إذا سمحت لي. بس سريعا لأنه وقت البرنامج. طيب خلاص، بثواني معدودة. يعني هي إيزابيل عندما استلهمت أو وظفت بعض الشخصيات أو الشخوص الأدبية النسوية في أعمالها، كانت تبحث دائما عن المرأة المهمشة وليس المرأة المظلومة فقط. المرأة هي اختارت عناصر نسوية مهمشة في مجتمعاتها، وهذا يحسب لها لأنها استلهمت أو أخذت بيد شخصيات أو شخوص نسائية من الواقع الأمريكي اللاتيني. بهذا اكتفي. وصلنا في كلمة سريعة، هل تتصور أن تحصل إيزابيل ياندي على جائزة نوبل؟ يعني إذا صارت أمور على ما هي عليه وكما تخطط هي، بزواجها مرتين من أمريكيين وقريبة من دوائر صناعة القرار في الغرب، يعني أنا أتوقع هذا لا يشين لا يقلل من حظها أو من واقعها. هي كاتبة عظيمة وتستحق كما يستحق كثيرون النوبل. بهذا ينتهي هذا اللقاء من فنون الكتابة، وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.